اهلا بيكم. فيلمنا بيبدأ مع بارس ومامته لما بتقع العربية بتاعتهم من فوق الجسر، وبيقدر بارس يعوم لحد ما بيوصل للشط، بس مامته للأسف بتموت. وبعد فترة طويلة بينزل بارس عشان يشتغل مع واحد صاحبه وبيحفروا في بحيرة اسمها كات، وبنعرف ان البحيرة دي موجودة على الحدود بين لوزيانا وتكساس. وبيقول له باباه ان حالة البحيرة وحشة جدا وكل ده بسبب السد المليان بالتلوث. وفي نفس الوقت في المدينة بنتعرف على إيلي ومامتها وباباها واختها آنا، وبيبان ان إيلي مضطربة شوية ومش طبيعية طول الوقت، وبالرغم من كده هي واختها قريبين من بعض جدا. وفي اليوم ده بتقول إيلي لآنا انها هتقضي الليله دي في بيت واحده صاحبتها، وبتحذرها آنا وبتقول لها ان في اشاعات بتقول ان في ذئاب موجوده حوالين البحيره، وبترفض إيلي تصدق كل الكلام ده، وبتشوف ان الحاجات دي مستحيل تكون موجوده هنا. ولما بيوصلوا للشط بيلاقوا شويه اطفال ملمومين حوالين جثه تمساح ميت، وبتستغرب إيلي من الطريقة اللي متاكل بيها التمساح، وبتاخده ترميه في البحر، وبتشك ان فعلا ممكن يكون في حيوانات مفترسة. وفي الوقت ده بيستنى بارس الدكتور اللي بيعالج مامته، وبيحاول يعرف منه حالتها وصلت لفين دلوقتي، وبتطلع لسه عايشة. وبيستغرب باباه انها عندها نزيف طول الوقت، وبيقول انها عمرها ما حصل معاها المشكلة دي قبل كده. وبيحاول الدكتور يطمنه وبيقول له ان كل اللي بيحصل ده اثار جانبية بسبب الحادثة، وبيطلب منه يصبر شوية. وبيرجع بارس للبيت وبيلاقي حبيبته القديمة سي مستنياه، وبتتفرج على المكان بعد ما بارس غير فيه حاجات كتير قوي وجدده، وبتتمنى لو كانوا لسه مع بعض وتعيش معاه في البيت ده. وبتحكي له عن كل اللي بتحلم بيه معاه، وبتحاول تطلعه من الموت شويه. وبعدها بتحاول إيلي تساعد آنا تخلع سنتها اللبنيه، وبيخرجوا بعدها عشان يقعدوا مع قرايب جوز مامتهم بالعافيه. وبتوريهم آنا الفراشه الغريبه اللي لقيتها النهارده، وبيقول لها واحد من الضيوف ان ده نوع نادر جدا وتقريبا منقرض من زمان، وبيستغرب ازاي قدرت توصل له. وبتقول إيلي لمامتها انها عاوزه تقوم ومش حابه تكمل القعده دي لانها زهقت، وبتقول لها انها محتاجه توقيعها على اوراق معينه خاصه بالدراسه بتاعتها، وبتوعدها مامتها تفكر في الموضوع الاول وترد عليها. وفي الوقت ده بيقعد بارس مع سي وبيفتكر كل ذكرياتهم مع بعض، وبيحس ان نفسيته بقت احسن، وبيشكرها انها جت عشانه. وبتوري آنا لإيلي سلسله، وبتقول لها انها لقيتها في صندوق المجوهرات بتاع جدتها. وبتدور إيلي في حاجات مامتها من وراها، ولما بتشوفها بتغضب جدا منها، وبتتخانق معاها لانها طول الوقت حابه تعمل مشاكل. وبتمشي إيلي من البيت بالرغم ان آنا قعدت تتحايل عليها تفضل معاها. وبيخرج جوز مامتها وراها وبيحاول يهديها وبيقنعها ترجع معاه، وبيشوف ان البحيره دلوقتي مش كويسه وخطر تمشي لوحدها فيها. وبتمشي إيلي من غير حتى ما ترد عليه، وبتمشي سي في نفس الوقت بعد ما بتودع بارس. وبيبدا الكلب بتاعه ينبح بطريقه غريبه قدام البحيره، وبتوصل إيلي للغابه وبتسمع اصوات غريبه جايه من اتجاه الغابه، وبتحس بالخوف. وبينادي بارس على كلبه عشان يدخل معاه، وبتشوف إيلي مجموعه من الذئاب قدامها. ولما بتوصل لبيت صاحبتها بتحكي لها عن اللي شافته، وبتشك ان في حد هو اللي جابهم للغابه بنفسه. وبتستغرب كمان حوار الفراشه اللي حصل مع اختها. وتاني يوم الصبح بتقوم إيلي على صوت الموبايل، وبتتصل بيها مامتها وبتقول لها ان آنا اختفت ومش عارفه توصل لها، وبتطلب منها ترجع بسرعه. وبيركب بارس القارب بتاعه عشان يكمل شغل في البحيره، وبيقترح عليه صاحبه يمشوا في طريق مختصر المره دي. وبتمشي إيلي في طريقها للبيت، وبتاخد بالها ان في واحد قريبها بيجري في اتجاه بيتهم، وبتقلق اكتر. وبتتصل مامتها بكل اصحابها وقرايبها عشان تدور على بنتها، وبيستعد جوزها عشان يخرج يدور بنفسه في الشوارع. وبيتصدم لما مش بيلاقي القارب موجود مكانه، وبيلوم إيلي انها مهمله. وبتفضل إيلي تحلف انها لسه رابطه مكانه كويس جدا ومش فاهمه ده حصل ازاي. وفي الوقت ده بيمشي بارس في نفس الغابه، وبيلاقي مضخه نفط مهجوره، وبيحس انه مش قادر يسمع كويس وودانه وجعاه بطريقه غريبه. وبيهدى بعدها وبيسمع صاحبه بينادي عليه، وبيتفاجئ ان المكان كله متحطم والقارب متعلق في حاجه ومش راضي يتحرك. وبيستغرب بارس لما بيشوف سلسله مامته مربوطه حوالين المروحه بتاعه القارب. وبيوصل كل الصحاب والجيران عشان يساعدوا مامة إيلي، وبتوريهم مامتها صورة لبنتها يمكن الشرطة تقدر توصل لها بسرعة. وبيوصل المأمور وبيبلغهم انه طلع فريق بحث كامل يدوروا عليها في المنطقة كلها. وبيفكرهم ان آنا هربت من البيت قبل كده عشان تقضي وقت مع اختها إيلي، وبتقول لهم مامتها ان الوضع المرة دي مختلف وان في حاجة غلط بتحصل. وبيرجع بارس لبيت اهله وبيطلع صندوق وبيحاول يدور على سلسلة مامته عشان يتأكد ان دي بتاعتها، وبيستغرب ان دي واحدة تانية بس زيها بالظبط ومفيش اي اختلاف بينهم. وبتخرج إيلي مع جوز مامتها عشان يدوروا على آنا، وبيروح بارس يتكلم مع سي، وبيصمم ياخدها للمكان اللي كان فيه، وبيوريها سلسلة مامته اللي لقاها. وبتحس سي ان المكان طبيعي جدا ومفيش اي حاجة غلط. وبيوصل فريق الانقاذ للشط وبيلاقوا قارب آنا موجود بس فاضي. وبتشوف إيلي سترة الانقاذ بتاعت اختها مرمية على الارض لان اسمها محفور عليها. وبيقعد بارس يتكلم مع سي وبيقول لها انه في المكان ده حس انه مش سامع اي حاجة فجأة، وان في حاجة مش طبيعية في المنطقة دي بتحصل. وبيقول لها انه صعب جدا يلاقي نفس الشكل من سلسلة مامته في القارب بتاعه. وبتفكروا سي باخر رحلة خرجوا فيها مع بعض بالقارب، وبتشوف انه مكبر
الموضوع وانه ممكن يكون شاف مجرد هلاوس، وبيفتكر باريس حاجه مهمه جدا وبيسيبها وبيمشي، وبيوصل لسجلات الطقس بتاعه باباها لانه بيحتفظ بيها، وبيدور على كل الحالات اللي حصلت قبل كده في البحيره بنفس الطريقه يمكن يوصل لتفسير. وبيشرح المأمور لاهل إيلي ان في كسر كبير حصل في الجسر وانهم ممكن ما يلاقوش انا ابدا، وبتصمم إيلي انهم لازم يدوروا في الغابه من جوه. وبيشوف المأمور ان ده خطر جدا وملوش اي لازمه لانها مستحيل تدخل هناك. وبيوصل باريس لفكره غريبه، وبيكتشف ان الحادثه اللي حصلت معاه هو ومامته كان فيها نفس الجفاف اللي موجود في البحيره دلوقتي، وبتخاف سي يكون عنده مرض وراثي وبدا يظهر عليه اعراض مامته. وبيصمم باريس ان في جزء معين في البحيره لما بيجف بتحصل كوارث، وبتقول له سي انها بتحبه وعاوزه تساعده باي طريقه، وبتقرر تاجل سفرها عشان تفضل معاه شويه. وبتضغط إيلي على مامتها وبتشوف انهم مش لازم يسمعوا كلام الشرطه، وبتلومها مامتها على كل اللي حصل، وبتقول لها ان اختها اكيد خرجت تدور عليها. وبتبدا إيلي تتكلم عن باباها وبتشوف انها ظلمتهم جدا لما اتجوزت واحد تاني، وبتقول لها مامتها الحقيقه وان باباهم اصلا سابهم عشان حب واحده تانيه وكان عاوز يعيش معاها بعيد عنهم. وبتزعل إيلي جدا لما بتعرف وبتحس انها ظلمت مامتها جدا، وبتخرج تعيط بره. وبتسمع في الاخبار تحذيرات بسبب الكسر اللي حصل في السد، وبتصمم إيلي بالرغم من كل ده تخرج بنفسها تدور على انا، وبتلم كل الحاجه بتاعتها وبتستعد عشان تمشي. وفي الوقت ده بيتكلم ابو باريس معاه وبيقول له انه حابب يطمن عليه، وبتبدا ايد باريس تترعش بطريقه غريبه وبيظهر صوت مرعب من اتجاه الغابه، وبيحاول باريس يخبي وضعه على باباه لحد ما بيودعه وبيمشي. وبتوصل إيلي للغابة وبتمشي لوحدها بكل شجاعة، وبتفضل تنادي على أنا يمكن ترد عليها. ولما بيجي الليل بتبدأ تخاف شوية، ولما بتسمع صوت حد بيتحرك بتستخبى بسرعة، وبتحس إنها شايفة هلاوس وحاجات غريبة وبتجري من كتر الخوف. ولما بتوصل للشط بتشوف شخص غريب واقف بعيد، ولما بتروح تتكلم معاه بتعرف إنه صياد وبيوافق إنه يرجعها للبيت. ولما بترجع إيلي للبيت بتتصدم لنفس المشهد بيتكرر تاني، وكأن مامتها بتدور على أختها من الأول وبتتصل بكل الناس. وبتشوف القارب بتاعها بيمشي بيها بره وهي أصلا واقفة مكانها، وبتجري بسرعه وبتنط في نفس القارب، وبتبدا ايديها تترعش بنفس الطريقه بتاعه باريس. وبيمشي باريس في البحيره وبيوصل للجسر وبيعدي من تحته. والغريب ان إيلي موجوده في نفس المنطقه بالظبط، بس كأنها في وقت تاني أو في زمن تاني. وبتنادي إيلي على أختها وبترد عليها المرة دي، وبيسمع باريس صوت جاي من بعيد وبيجري في اتجاهه. وبتوصل إيلي المكان أنا أخيرا، وبيحس باريس إن في حد معاه بس مش قادر يشوفه. وفجأة الليل بيتحول لنهار وبيشوف بنت مرمية على الأرض، وبتحضن إيلي أختها وبتفرح إنها بخير بعد كل ده. وبتعرف إن أنا هربانة بقالها شهر وعايشة في المكان ده، وبتستغرب إن سنتها اللي اتخلعت موجودة مكانها عادي، وبتحس إنها مش فاهمة أي حاجة. وبيوصل باريس لمكان البنت وبيلاقيها مصابة بسبب غصن شجرة، وبتلوم أنا وأختها لأنها دايما بتتخانق مع مامتها وبتمشي وبتسيبهم. وبتعتذر إيلي وبتطلب منها تركب في القارب بسرعة، وبيحاول باريس يساعد البنت ويشيل الغصن من ظهرها، وبيغطي الجرح وبيشيلها عشان يوصلها للمستشفى. وبيستغرب لما بيلاقي نفس المضخة بس شغالة عادي مش مهجورة. وبترجع إيلي بأنا للبيت وبتطلب من أهلها ياخدوا بالهم منها المرة دي، وبيتخانق جوز مامتها معاها وبيضغط عليها عشان ما تزعلش مامتها تاني. وبتحس إيلي ان دماغها مش مستوعبة اي حاجة خالص. وبيوصل باريس بالبنت الموقع البناء اللي بيشتغل فيه عمال السد، وبيسلمها ليهم عشان يساعدوها. وبيتصدم لما بيعرف انه في سنة 1952 وان السد اصلا لسه بيتبني. وبيبص في الملاحظات وبيتأكد ان السنة دي كان فيها جفاف برضه، وما بيكونش قادر يصدق الصدمة اللي هو فيها. وبيحاول يلاقي طريقة يرجع بيها للزمن بتاعه. وبتوصل إيلي لنفس المكان اللي لقت فيه أنا، وبتبدأ تفتش في المكان كله، وبتقع في حفرة بالغلط، ولما بتطلع منها الليل بيتحول لنهار. وبيوصل باريس برضه للمكان اللي لقى فيه أنا، وبتجري إيلي للقارب بتاعها وبتشوف سرب من الطيور الغريبة، وبتكتشف انه من نفس النوع الفراشة. وبيحاول جوز مامتها يتكلم معاها بس الشبكة بتكون ضعيفة جدا. وبتقرر تلف حبل حوالين الشجرة وتلف في المنطقة، وبتنادي على أنا، وبيشوف باريس الحبل بتاعها وبيقع فجأة وبيبدأ ينزف دم من ودنه. وبتدوس إيلي على الحبل وإيديها بتترعش جامد. وبيشوف باريس القارب بتاعها، وبتوصل إيلي الجاكيت النجاة بتاع أختها، وبيركب باريس القارب وبيمشي بيه لبعيد. وبتلاقي إيلي هي كمان قارب قديم وبتركب فيه. وبتوقف الشرطة باريس لأنها بتدور على أنا، وبيطلبوا منه البطاقة بتاعته لأنه شكله غريب. وبيخاف باريس جدا وبيحاول يهرب، وبيخبط بالقارب في جزع كبير وبيقع في المية. وبتوصل إيلي للشط وبتشوف إعلان من سنة 2005 وبتستغرب جدا. وبيتنقل باريس للمستشفى وبيعرف إنه في سنة 2022. وبتلف إيلي في المدينة وبتحاول تدور على أختها، وبتشوف بالصدفة سلسلة جدتها متعلقة في عربية، وبتفتكر لما أنا أخدتها ولبستها. وبتضغط الشرطة على باريس إنه يتكلم، وما بيكونش عارف يقول إيه ومش مصدق إنه أصلا في المستقبل. وبتحاول إيلي تكسر العربية عشان تفتشها، وبتوصل صاحبة العربية وبتسألها هي بتعمل إيه بالظبط.
وبتتصدم إيلي وبتسألها جابت السلسلة دي منين، وبتقول لها الست إن السلسلة دي بتاعت مامة حبيبها أنا. وبتمسك إيلي إعلان بيتكلم عن شخص مفقود ومعاه صورة باباها، وبتتصدم لما بتعرف إن الست اللي واقفة قدامها دي تبقى مامتها وإن الطفل الصغير ده يبقى هي. وبتفتكر سي إن إيلي تبقى حبيبة جوزها اللي سابهم عشانها، وبتطلب منها تبلغه إن عنده طفلة وما يعرفش عنها حاجة. وبتهرب إيلي من كتر الخوف وبتلاقي مكان وبتدخل فيه وبتبحث عن اي حاجه تخص انا وبارس. وبيطلب بارس من الضابط انه يروح الحمام وبيستغل الفرصه وبيهرب. وبتلاقي إيلي سجلات عن انا وبتحسب السنين وبتعرف انها في الماضي. وبيشوف بارس في الاخبار ان في بنت اسمها انا مختفيه وشخص لقاها وانقذها، وما بيكونش عارف ان البنت اللي انقذها في الماضي دي تبقى مامته. وبتعرف إيلي ان نفس البنت دي تبقى اختها، وبتتفرج على صورها في كل مراحل حياتها وصور فرحها وحتى صور ابنها بارس، وبتعرف ان ده يبقى باباها. وفجأة بيلاقي بارس نفسه في أوضة مستشفى وقاعد قدام باباه اللي بيموت، وبيحاول يحكي له كل اللي بيحصل معاه وان في مكان في البحيرة بيوصل بين الازمنة، وبيفسر المرض اللي عند مامته وبيقول له انها جت من المستقبل وعشان كده صحتها دايما في تدهور. وبيقرر بارس يهرب وبينط من الشباك. وبعد ما إيلي بتعرف كل المعلومات دي بتكتشف ان اختها انا هي في الحقيقة تبقى جدتها، وكل ده حصل بسبب تشابك الازمنة. وفي اللحظة دي بيوصل بارس لعربية سي وبياخدها وبيهرب وبيروح للبحيرة، وبترجع إيلي هي كمان للبحيرة عشان ترجع للزمن بتاعها. وبتشوف الشرطة بارس وبتجري وراه وعشان يهرب منهم بيضطر ينط في المية. وبتمشي إيلي ورا الحبل اللي كانت ربطها عشان تلاقي طريقها، وفجأة السد بيتكسر وبتحصل موجة كبيرة جدا وبيغرق بارس. وبترجع إيلي لزمانها بسلام، وبتعرف ان الشرطة بتدور على اختها بقالها 3 ايام. وبتشوف إيلي واحد شبه باباها اللي شافته في الصور بس اكبر، وبتعرف انه جدها الاكبر وبتقرر تحتفظ بالحقيقة لنفسها. وبترجع للبيت وبتلاقي صورة بارس في الاخبار، وبتعرف ان الشرطة بتدور عليه لانه مطلوب. وبتتصدم مامتها من الاخبار دي وبتفضل تعيط، وبتشرح لها إيلي كل اللي حصل، وبتأكد لها ان انا وبارس سابوهم غصب عنهم مش بمزاجهم. ولحد هنا بيخلص فيلم النهارده. لو عجبك فيلم النهارده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.